بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معانا الزلابية او لقيمات القاضي زي ما بيقولوا عليها. هنعملها ان شاء الله بطريقة سهلة وسريعة وان شاء الله تعجبكم. هنعرف ان شاء الله ازاي نخليها كده مقرمشة من بره وهشة وطرية من جوه. هنبدأ الفيديو. معايا هنا كوباية ونص من السكر. اول حاجة هنجهز الشربات بتاعها لان لازم بيكون ليها شربات بارد. حطينا كوباية ونص من السكر عليهم كوباية من المية. اول ما يبداوا يغلوا هحط عليهم نص عصرة ليمون. هنبدأ نجهز معانا كوبايتين من الدقيق. هحط عليهم معلقة كبيرة من السكر. هنحط كمان معاهم رشة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من بودرة الكاستر ومعلقة كبيرة من النشا. دي نشا، معلقة كبيرة من النشا ومعلقة من بيكنج باودر الاتنين مع بعض. وهحط هنا معاها كمان معلقة كبيرة من سميد البسبوسة. سميد البسبوسة بيخلي فيها قرمشة كده حلوة جدا زي ما بنجيبها من بره بالظبط. سميد البسبوسة اختياري، يعني لو مفيش عادي، ما مش مشكلة. هحط كمان معاهم معلقة كبيرة من الزيت. هنقلب كده كل المكونات كلها مع بعض. هحتاج هنا انا مجهزة معايا كوبايتين من المية الدافية. اول حاجة حطيت الكوباية كلها مرة واحدة. هنقلب كده العجينة كلها مع بعض والكوباية التانية هنبدأ ننزل بيها بالتدريج. انا عايزة العجينة تكون عجينة سايلة ومطاطية، يعني ما تكونش سايلة زي المية وما تكونش اللي هي تقيلة شوية. انا عايزاها سايلة. هتشوفوا دلوقتي القوام بتاعها. هنا خدت الكوبايتين المية كلهم عشان تديني القوام ده. انا عايزاها تكون بالشكل ده. هفضل اقلب فيها كويس جدا عشان ما يكونش فيها اي تكتلات او اي حبيبات. لازم تكون ناعمة كده. خلاص هغطيها واسيبها من نص ساعة لساعة الا ربع لحد ما تخمر وتضاعف حجمها بالشكل ده. هقلبها عشان اطلع منها كل الفقاعات اللي موجودة ديت او الهوا. مش عايزة فيها يكون فيها فقاعات او هوا خالص. على قد ما اقدر كده هفضل اقلب فيها لحد ما يطلع الهوا اللي فيها ده كله. هجهز معايا هنا كيس تلاجة او لو كيس الحلويات موجود ينفع. هحط الكمية، مش هحط الكمية كلها في الكيس، يعني انا هاخدها على مرتين. خلاص هنا حطيت الكمية اللي انا هاخدها. هبدأ بس اضغط على الكيس كده اطلع منه كل الهواء وكل الفقاعات اللي فيه. شايفين؟ هي دي الفقاعات اللي انا قصدي عليها. لازم كده افضل اضغط على الكيس شوية لحد ما اطلعها. هجيب المقص اقص بس منها حتة صغيرة خالص من الكيس. هقول لكم دلوقتي انا هشكلها ازاي. طبعا اللي بيعرف يشكلها بالمقص او اللي بيعرف يلقم طبعا مفيش مشكلة. بس انا بحب الطريقة دي. اضغط كده على الكيس واطلع بايدي، يعني كمية قد يا دوبك بالظبط عقلة الاصبع كده. طبعا احنا عارفين ان الزلابية حجمها بيتضاعف فيا دوبك تاخد بس منها قطعة صغيرة خالص قد عقلة الاصبع عشان تطلع معانا بالشكل ده. كل ما نصغر في الكمية ما تكبرش وتتضاعف حجمها عشان تدينا نفس الشكل اللي بنجيبه من بره بالظبط. المفروض اول ما بتاخد اللون الذهبي دوت بنفضل نقلب فيها عشان كلها تاخد لون واحد. طبعا انا ولادي بيحبوا الزلابية جدا او لقيمة القاضي جدا، فقلت اعملها لهم، يعني كل شوية بيطلبوها. فهي حلوة وسريعة جدا وجربوها بالطريقة ديت وان شاء الله تعجبكم. شايفين ده حجمها كده وخدت اللون الذهبي الفاتح. هبدأ اطلعها
انا طلعتها على مصفى، مطلعتهاش على منديل عشان ما تطرش. هنخلص الكمية كلها بنفس الطريقة اللي احنا عملناها دي. طبعا تقدروا تقطعوها بمعلقة، تقدروا تقطعوها بالمقص زي ما قلت لكم. انا بحب الطريقة دي وبستسهلها. خلاص هنا كانت خلصت الكمية كلها وطلعتها. هبدأ بس انزلها في الزيت مرة تانية. طبعا هي كانت اخدت اللون الفاتح دوت، هنزلها بس تاخد لون كمان واطلعها على طول. هنا كان الشربات جاهز معانا وكان بارد. هنزل بقى بيه باللقيمات على طول في الشربات. طبعا لو انتوا عايزين تكتفوا بيها كده بس بالشربات، خلاص هي كده جاهزة وناكلها على كده. بس انا حبيت بقى ادلع الاولاد وزي ما بنجيبها بالظبط من بره. حطيت عليها هنا صوص كراميل، وواحدة زينتها بصوص الشوكولاتة. وطبعا لو في صوص لوتس بيكون برضك حلو، بس انا هنا حبيت بس احط عليها اللي هو شوية من الفستق الحلبي وخلاص. جربوها يا بنات ان شاء الله تعجبكم باذن الله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والله بجد كانت طرية وهشة جدا من جوه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم.